السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامج سماش سبورت. معاكم أحمد طارق وهنستعرض كل الأحداث الرياضية المهمة داخل الملعب وخارج الملعب وساعات كمان خلف الكواليس. بس قبل ما نشوف أخبارنا النهاردة تعالوا نشوف تقرير عن أبرز مباريات الأسبوع اللي تم عرضها على سماش تي في. خلال الأسبوع الماضي على سماشي تي في أحرز نادي الشارقة كأس الإمارات لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة 24-21 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الأحد في صالة رشدان بن حمدان بنادي النصر، وشهدت استراحة ما بين الشوطين توقيع نبيل عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد مع فاضل النمر رئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد على اتفاقية البطولة كأس السوبر الإماراتي السعودي، والتي سينظمها الاتحادين بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024 بدولة الإمارات العربية المتحدة بين بطلي السوبر المحلي في البلدين. هذا وخلال بطولة كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم للصالات تأهل نادي خرفكان واتحاد كلبلاء إلى نهائي كأس السوبر لكرة القدم المقرر له غدا الخميس على صالة نادي البطائح، والتي ستكون مسرحا لاستقبال مواجهة جماهيرية لما يتمتع به الفريقين من شعبية عريضة. جاء تأهل خرفكان إلى النهائي على حساب البطائح، حيث نجح النسور الخضر في حسم الأمور مبكرا بنهاية الشوط الأول بنتيجة 4-2، ولم تكن هناك ردة فعل من لاعبي البطائح في الشوط الثاني، وظلت النتيجة على ما هي عليه ليودع البطائح بطل الدوري الموسم السابق البطولة الثانية هذا الموسم بعدما خسر نهائي كأس الاتحاد على يد خرفكان بنتيجة 5-2. وفي المباراة الثانية جمعت بين المدربين من المدرسة البرازيلية ماركوس سيراتو مدرب الشارقة والأسباني من أصول برازيلية مارسيلو سانتي الذي نجح في قلب الطاولة وقيادة اتحاد كلبلاء لإقصاء الشارقة من البطولة بالفوز عليه بنتيجة 3 أهداف نظيفة. تقدروا كمان تشوفوا كل المباريات على موقع وتطبيق سماشي، وكمان لازم تتابع جميع منصات السوشيال ميديا الخاصة بسماش سبورت. ودلوقتي نروح لأخبار النهاردة. الخبر الأول معانا النهاردة إن مدرب مانشستر يونايتد خلاص مش عاوز كريستيانو رونالدو تاني في الفريق بعد التصريحات اللي خرج بيها رونالدو في اليومين اللي فاتوا وهاجم فيها إدارة اليونايتد ومدرب الفريق المدرب الهولندي إيريك تين هاج. The owners of the club, they don't. The Glazers. The Glazers, they don't care about the club. شبكة اسبن الأمريكية قالت إن تين هاج اجتمع مع ريتشارد أرنولد وجون جيررز المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد علشان أزمة كريستيانو، واتفقوا على عدم لعب النجم البرتغالي مع الفريق تاني. الشبكة كمان قالت في تصريحات إن كريستيانو رونالدو عمل أزمة طاحنة داخل غرفة ملابس الفريق، وقالت كمان إن المدرب الهولندي كان عاوز يفرض سيطرته على الفريق، وإن تصريحات رونالدو خلت إن ما يحصلش كده. توقعي الشخصي إن الأيام الدون خلاص قربت تخلص في أولد ترافورد، وكمان العلاقة وصلت المرحلة الأخيرة بين رونالدو وتين هاج، وكل ده حصل قبل أيام من بداية كأس العالم. الخبر الثاني معانا أروى بارينا المدير الفني للمنتخب الإماراتي قال في تصريحات صحفية قبل الماتش الودي اللي بين الإمارات والأرجنتين إنه طلب من لعيبته إن محدش فيهم يلمس ميسي عشان لو حصل كده هو ممكن ما يخش الأرجنتين تاني. منتخب الأرجنتين عامل معسكر في الإمارات، ده معسكر تحضيري قبل المونديال، هيكون في ماتش ودي مع المنتخب الاماراتي، والحكم المصري ابراهيم نور الدين هيقود الصفريه التحكيميه للماتش. الخبر الاخير معانا النهارده، ايام خلاص هتفصلنا عن كاس العالم، حدث كبير جدا كل محبين الكره مستنيين. انا من وجهه نظري شايف ان قطر هتنظم مونديال كبير جدا وكل مستني الظهور العربي في المونديال. ده ياخدنا لخبر استبعاد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعوديه لفهد المولد من قائمه السعوديه بعد ما دخلوا قائمه وخرجوا تاني. هيرفي رينارد قرر استبعاد فهد المولد لاعب نادي الشباب من تشكيله المنتخب السعوديه، وقال ان ده اجراء احترازي بسبب القضيه المرفوعه ضده بسبب قضيه المنشطات، وضم بداله نواف العابد برضه لاعب نادي الشباب. جاي مرتاح. مبروك مبروك مبروك. فهد المولد علق على الاستبعاد على الاكونت الشخصي ليه على سناب شات وقال: عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، ان اصابه سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابه ضراء صبر فكان خيرا له، الحمد لله اللهم لا اعتراض، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. على الناحيه الثانيه كانت فرحه كبيره جدا لنواف العابد لاعب نادي الشباب، ورينارد كان استبعد العابد ورجعه ضمه تاني. سبحان الله. في كل الاحوال كل التوفيق للمنتخب السعودي، ان شاء الله يقدم مستوى كبير جدا هو وكل الفرق العربيه في المونديال. دي كانت كل اخبارنا خلال الحلقه، ما تنسوش تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان تسمعوا البودكاست بتاعنا وتنزلوا الابلكيشن الخاص بسماشي. سلام.